النهارده هعمل لكم فراخ احلى من فراخ تكه. خليكم معايا نشوف التتبيله هنعمل فيها ايه. استعملوا الوراك بتكون احلى واطرى في الوصفه دي. بعد ما الفراخ تتغسل فله كده نشيل الجلد ونفتحها عشان التتبيله الحلوه اللي هنعملها. ويلا بينا نعمل تتبيله الفراخ. كوبايه الزبادي والصلصه وثوم مفروم وشويه زيت زيتون وخل. بهاراتك الحلوه بقى، بقول لك ما تقلقيش هكتبها لك تحت في الكابشن. هنقلب بقى كل التتبيله اللي حصلت دي مع بعض تقليبه حلوه كده. هننزل بقى بالوراك في التتبيله وندخل التتبيله جوه الفتحات. الناس اللي بتحب السبايسي انا حطيت عليها شطه حمراء عشان لو انت عايزاها تبقى سبايسي. ونلفها لفه بونبونيه كده وعلى التلاجة لحد بكره، بس لو مستعجله ساعتين واعمليها. تاني يوم طلعت الوراك من التلاجة وقطعت البصل شرايح ومع بطاطس ورصيتهم في الطاجن من تحت. وانزلي بقى بالوراك الحلوه المتبله دي ورصي في الطاجن. شايفين الصوص ده بهاريز لازم ينزل على الوش، وربع كوبايه ميه في جنب الطاجن. لفي الطاجن الجميل بتاعك ده على الفرن يلا ساعه وسيبيه على درجه حراره 200. طب بصوا انتوا، انا مش هتكلم بقى، ايه الحلاوه والريحه رهيبه. خلصت؟ لا ما خلصتش. نقطه زيت زيتون كده ونبرش على الوش و10 دقايق تحت الشوايه. مش قادره استحمل الريحه، لازم ادوقها وانا معاكم. مهريه وبتتقطع بالعيش مع البطاطس والبصل، يام يام، لازم تجربوها. مستنياكم الريسبي الجايه. باي باي. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.